كسكسو العواشر ماشي غير طبق، بل هي عادة من العادات المغربية التقليدية اللي كتجمع العائلة واللمة الزوينة ليلة 26 في رمضان. اليوم غنوريكم الطريقة ديالي باش يجي مفور حبة بحبة ومعمر بالخضرة والبنة اللي كتشهي. خليكم معايا خطوة بخطوة وغادي نحضروا أروع كسكسو العواشر. غنبداو بسم الله. في كوكوط اولا طنجره ديال الضغط درت فيها اللحم اللي كيبقى على حسب الكميه ديال كل سيده. زدت عليه البصله ومطيشه اللي مقطعاهم جوليان، واحد شويه ديال الحمص اللي كان عندي مفزك في المجمد. بالنسبه للعطريه ضفت الملحه، الابزار، سكينجبير والخرقوم البلدي، وضروري من الزيت البلديه الكسكسو. كاس درت فيه نص الكتير وبقى لي واحد ربع كاس خليته على جنب. وباش تجيكم المرقه خاتره وعاقده، واحد الحبه د مطيشه حيدت لها الزريعه وحكيتها. هذا هو السر باش كتجيكم المريقه ديال الكسكسو عاقده. ومباشره من فوق النار درت الطنجره وكنحركها مزيان حتى تتخلط ليا ديك اللحيمات مع ديك البصله ومطيشه. وغادي نغطي عليها وغنقص للنار وغنخليها تقلى على خاطرها حتى غترخي ديك البصله ومطيشه داك الماء ديالها، وكتولي لي المرقه عاقده وخاتره كيف كتشوفوا هانتوما، راه باينه امامكم. صافي كنحرك مزيان، شوفوا ليا المرقه كيف كتولي عاقده وخاتره. دابا غادي نمرق بالماء اللي يكون غليان باش دغيا الكوكوط تهز ليا الغليه وما ناخذش وقت طويل في التحضير ديال الكسكسو. كنمرق وكنسد على الكوكوط وكنخلي دوك اللحيمات يطيبوا غير نص طياب فقط. وغنمشيو باش نشوفوا الخضره ديال الكسكسو اللي غادي نحتاج فيها. القرعه الحمراء اللي ضروري منها في كسكسو، ليشو اولا المكور اولا الكروم كل واحد وشنو كيسميه. القرعه الخضراء، اللفت هو هذا انا كنقشرو وكنخلي له شويه من ديك الجذور ديالو. خيزو، وبما ان وقت الفول درت الفول الخضر وواحد الربيطه ديال القزبور. كناخد واحد البول اللي نحط فيه هاد القرعه الخضراء، كنحيد لها ديك النباته ديالها مع داك الرويس وكنقسمها غير في النص. ونفس الطريقه غادي ندير القرعه الحمراء حتى هي كنقطعها طريفات ما يكونوش كبارين بزاف وما يكونوش صغارين بزاف. هاد البول هذا كنجمع فيه غير القرعه الحمراء والقرعه الخضراء فقط. كندير لهم شويه د الابزار وشويه د الملحه باش يجيوني بنان. كيف كنعرفوا القرعه ضروري كيخصنا نتبلوها باش كتعطينا ديك البنه ديالها. وغادي نخليهم على جنب. بالنسبه للشو اولا الكروم راه عندي جوج طريفات. اللفت كنقسمو غير في النص وكنحاول انني نحافظ على ديك الجذوره ديالو، انا كيعجبوني في كسكسو. وواحد السر تاني، خيزو الا كان كيتهرس لكم في كسكسو غادي نوريكم السر ديالي باش كيبقى خيزو شاد راسو. هانتوما كنقسم كل حبه ديال الخيزو في النص وكنحيد لها غير النص ديال القلب اللي كيكون من الجهه التحتانيه، واللي كيكون من الجهه الفوقانيه كنخليه بحال هكايا. غادي نولي نعاود وحده اخرى قدامكم. هاد الطريقه كتخلي لك خيزو اولا الجزر شاد راسو. هانتوما كنحيد غير النص ديال القلب، ولكن من الاحسن اختاروا خيزو اللي يكون القلب ديالو ماشي خضر باش ما كيعطيش داك المذاق خايب. بالنسبه للفول كنحيد لهم غير دوك الرويصات وكنقسم كل فوله في النص. وغنخلي الخضره ديالي على جنب حتى غنحتاجها. وغندوزو الكسكسو ونوريكم الطريقه ديالي في التحضير ديال الكسكسو. كناخد الكميه اللي تكفاني انا. هاد الباكيه هذه فيها كيلو، ما درتهاش كلها، خليت منها تقريبا واحد 250 غرام. وباش يجيكم كسكسو رطب وكيدوب في الفم انا كنغسلو، كنخوي عليه الماء حتى كيتغطى ليه هاد الكسكسو. كنحركو واحد التحريكه خفيفه بيديا، ومن بعد كنهز هاد القصريه وكنخوي داك الماء كنصفيه تماما. من بعد ما صفيت الماء كنخلطو بيديا حتى تيتخلط ليا مزيان. ومن بعد غادي نخليه يتشرب ليا داك الميها وينشف ليا. من بعد ما نشف كسكسو راه باين بانه راه ناشف، كنولي نحلو بيديا. هانتوما راه ما معجن ما ملاصق، راه باين انه مفرز. دابا غادي نخوي عليه واحد شويه الزيت البلديه. داك ربع كاس اللي خليت كنخوي تقريبا واحد 3 حتى 4 المعالق ديال الزيت البلديه باش هكايا كنضمن بان كسكسو المده ديال الطياب ديالو كلها كيبقى لي مفرز حبه حبه. صافي من بعد ما تشرب ليا داك الزيت البلديه
دابا غادي نديرو في الكسكاس وغادي نديه يفور. الطنجرة اولا البرمة ديال التفوار راها عندي هازة الغلية، مباشرة كنحط عليها الكسكاس وكنخليه يتفور. ملي كيبدا يطلع البخار في كسكسو كنخليه واحد 15 دقيقة، عاد كنحيدو. الوقيته اللي غيكون كسكسو كيتفور غادي نشوفو الطنجرة، اللحيمات راه دخلهم الطياب. هانتوما دابا غادي نخرج هاد اللحيمات غادي نديرهم في الطبسيل، ومن بعد غادي نحط الخضره ديالي. ما غنحطش الخضره كامله، هانتوما غتشوفوا معايا الخضره اللي غادي نحط. غادي ندير ليشو اولا الكروم اولا المكور، كل واحد وشنو كيعيط له، خيزو اولا الجزر، وما نساوش اللفت حتى هو كنديرو. وغادي ندير ديك الربيطه ديال القزبور، وعاد غنرجع للحيمات باش هكا اللحم كيبقى قابط راسو، ما كيتفرتتش. كنسد على الكوكوط وكنخلي ديك الخضره حتى هي طيب غير نص طياب، ما تكملش الطياب ديالها. كسكسو من بعد ما فار التفويره الاولى كنحيدو وكنخويه في هاد القصريه هادي، وكنحلو هكايا لانه راه سخون. ضروري ما تستعنوا بواحد المغرفه ديال الخشب. من بعد ما كنحلو، دابا غادي نسقيه بالماء. بالنسبه للكميه ديال الماء، بما انني انا غسلت كسكسو في الاول فما غاديش نسقيه بالكميه ديال الماء كثيره. هنا عندي كاس ديال العنبه اللي ضفت له معلقه د الملحه، هذا الكاس الاول كنخويه كامل. من بعد غادي نبدا نحل كسكسو بيديا، وغادي نشوف الا لقيتو مازال ناشف وخاصو الماء غنزيدو الماء. الا لقيتو صافي راه رطب ما بين يديا بلا ما نزيدو الماء. بالنسبه ليا انا ضفت له الكاس الثاني ديال الماء، لان لقيت كسكسو مازال شويه شاحف، كيخصو ضروري نزيدو الماء. الكميه ديال الماء اللي سقيت بها كسكسو 2 الكيسان ديال العنبه. صافي كنخلي كسكسو كيتشرب ديك الميها. ومن بعد ما دخلت ليا الخضره الطياب، دابا كنزيد الفول وكنزيد القرعه الخضراء والقرعه الحمراء. يعني الخضره كنبقاو نضيفوها تدريجيا على حسب الوقت اللي كتاخد الخضره. بحال دابا القرعه كان دغيا كطيب كنخليها هي اخر حاجه. من بعد ما تشرب ليا كسكسو ونشف، هانتوما شوفوا تبارك الله راه كسكسو حبه حبه باين مفرز. دابا غادي نديرو في الكسكاس وغادي نديه نفورو التفويرات الثانيه. انا كسكسو ديالي كنفورو 2 تفويرات فقط. غنشوفوا القرعه راها طابت، يعني الخضره ديال الكسكسو ها هي وجدات. كنضيف واحد المعلقه السمن والمزيودات اللي ضروري منهم. كنغطي الطنجره، ما كنقفلش عليها لان المزاود باش ما يرخيوليش الحار ديالهم، غير كنغطي عليها واحد 4 دقائق وكنطفي النار. كسكسو راه تفور التفويره الثانيه، صافي حيدته. كنديرو في القصعه وكنحلو بيديا، ومن بعد كنقادو وكنبدا نسقي. بالنسبه ليا انا قبل ما كنحط الخضره كنسقي واحد شويه، ما كنسقيهش كامل، غير واحد شويه لان باش ما يجينيش ناشف كسكسو. وعاد كنبدا نستف الخضره ديالي. كنبقى هكا كنقادد هاد القصيعه بحال اللي كنرسمها. كندير لي الشو، كندير اللحيمات في الوسط، ومن بعد مع الجناب كنبقى نستف خيزو القرعه اللفت، وكنمشي بهذه الطريقه هذه. بالاخص كسكسو انا كيعجبني هكا يكون مستف بحال شي لوحه مرسومه، لان العين كتاكل قبل من الكرش. دائما كنقول لكم هاد الهضره هادي. كتبقى ليا القرعه الحمراء كنديرها هكايا مع الجنيبات، والفول الخضر اللي كيعطي واحد المذاق، خصوصا اننا في الوقيته ديال الفول والمزيودات. وكيكون هذا هو كسكسو د العواشر ليله 26 شاركته معاكم بطريقتي. وتبارك الله كل سيده راها فنانه في البيت ديالها. حتى لهنا كنكون وصلت لنهايه الفيديو. كنتمنى تخليو لي رايكم كيف جاتكم القصعه ديال الكسكسو ديالي.